كان له تصريح نسمعه ونناقشه. على ما اعتقد ان فكره ان عماد يلعب اساسي او عماد يلعب اكتر من شوط، على ما اعتقد ان الفكره دي بقت شبه معدومه بالنسبه لناس كتير. فانا زي ما قلت لك، لو انا حسيت ان ده اللي هيبقى موجود، يمكن انا بقالي 3 سنين النغمه دي هي اللي سايره وماشيه في الكره المصريه من وانا عندي 30 سنه، ان عماد ما يلعبش غير ربع ساعه وثلث ساعه، مش فاهم ليه. سكت وصبرت واستحملت مع اغلب المدربين اللي جم، ومع ذلك الحمد لله كنت كل ما بيحتاجوني بيدوروا على حد في الملعب بيلاقوني موجود وبشارك، وربنا بيكرمني. بس الواضح انه خدوا دي انها ميزه ليهم، مش عيب عليهم، ان هم الميزه بالنسبه لهم ان هو انا بنزله فهو بيجيب اجوان، فكده انا عملت الصح، مش العيب ان هو ازاي قاعد على الدكه. بس فخلاص انا وصلت لمرحله زي ما بقول لكم، انا وصلت لمرحله ان انا خلاص يعني انا هتمرن وبتمرن وهفكر بشكل جدي جدا زي ما قلت لكم، ان انا زي ما قلت لو ليا دور او دوري موجود بشكل يعني رئيسي مع الفرقه، مش شرط ان انا اشارك كل الماتشات، لكن ابقى ليا دور رئيسي مع الفرقه هبقى موجود. غير كده زي ما قلت لك هرجع التفكير. اتمنى زي ما قلت لك ان انا يعني فكره الربع ساعه وال10 دقائق والثلث ساعه والحاجات دي كلها خلاص، يعني انا بالنسبه لي بقت يعني ممكن لظروف مباراه معينه اقبلها، لكن لكل المباريات لا، ما فيش مشكله بيني وبين كابتن حسام خالص، علاقه كويسه. كابتن حسام مربيني من وانا صغير في النادي الاهلي، من عندي 14 سنه و15 سنه هو موجود معايا في النادي الاهلي، وكان موجود مع مستر مان الجوزيه سنوات طويله كمساعد مستر مان وكمدير فني درب تحتيه للفريق الاول. يعني فكره اللعب من عدمه دي وجهه نظر، لكن العلاقه بيني وبينه لا، العلاقه كويسه، لكن فكره اللعب ده هو ليه وجهه نظر وانا ليه وجهه نظر، هو ليه وجهه نظر ان عماد ما يبقاش موجود او ما يشاركش او يشارك وقت معين، وانا ليه وجهه نظر ان انا شايف ان انا اقدر العب وقت طويل، وعادي جدا زي اي لعيب. ممكن لعيب بيلعب 60 دقيقه وبيتعب وبيخرج، بيبقى عنده 20 سنه 21 سنه وبيلعب 60 دقيقه وبيخرج عادي جدا. انا لعبني واحكم عليا، اديني 5 6 ماتشات 7 ماتشات زي ما بتدي الناس كلها، وشوف انا لو تعبت عادي، ما طبيعي اي لعيب في العالم بيتعب على فكره، مش جنايه يعني، لكن الفكره ان اديني ماتشات وشوف انا هبقى مؤثر ولا مش مؤثر. لو مش مؤثر على ما اعتقد ان انتوا اول ناس وانا اولكم هقبل ان انا ابقى موجود بره او ما ابقاش موجود في النادي الاهلي، او ابقى اعتزل، بس على الاقل ابقى شفت نفسي في الملعب وقت طويل وحكمت على نفسي والناس حكمت عليا. يمكن لعبي يجبر الناس ويجبرني ان انا ابطل كوره. حبي للنادي الاهلي وخوفي على الفرقه وخوفي على النادي الاهلي ضرني السنين اللي فاتت دي كلها، لان انا لو لعيب يعني ما بيحبش النادي الاهلي وبعترض وبعمل مشاكل او كنت ممكن مع بعض المدربين كنت ممكن الامور تتغير، لكن عشان ساكت وعشان مصلحه الفرقه اهم مني واهم من اي حد، فممكن ده يكون سبب. خلينا ناخد الموضوع ده من شقين، الشق العام والشق الخاص بالكابتن عماد متعب. الشق العام لا، الفرق ما بتاخدش اللعيبه علشان تجرب، يعني الفرق بتاعه البطولات ما ينفعش يتقال الا في الماتشات الوديه، لكن بشكل عام اللعيب باستمرار يا جماعه، دي ازمه اي لاعب نجم كبير لما يبتدي سنه يكبر. الاحساس بقى بالمسؤوليه، احساسه ان هو عليه دور ناحيه ناديه، بالتاكيد ناديه له دور ناحيته، وانا قلت قبل كده التوقير، الاحترام الشديد جدا، اعطائه الحقوق اللي تخليه ما يشعرش ان هو الناس مش مقدره قيمته، وفي نفس الوقت النظره المستقبليه لمستقبل اللاعب نفسه داخل الكيان. ولذلك انا حريص ان كل رموز الكره في النادي الاهلي المحترمين، ولاد النادي وغير ولاد النادي اللي ادوا عرقهم للنادي، ان يبقوا من الحكمه ان هم لازم يبطلوا في النادي، وايضا على الاجهزه المتعاقبه انها تعاملهم بقدر كبير من الاعتراف بقيمتهم والتوقير والاحترام. ده بشكل عام. طب الكابتن عماد متعب، يا كابتن انت كابتن الفريق، ما حدش بيقول للناس لازم اكون العب قد كده واساسي وبعد كده بقى اشوفه. النادي في معترك، والنادي في مرحله تغيير جلد، ودورك الاساسي جدا. انت امبارح نزلت ككابتن فريق، لميت الفرقه في دايره السنتر وكنت بتتكلم معاهم، قطعا كنت بتأدي دورك ككابتن وكقدوه، والناس كانت واقفه لك باحترام شديد جدا، وانت كنت عامل دورك كما ينبغي في الملعب. التصريح اللي اتقال ده
ممكن جدا كان يبقى كلام بينك وبين الأجهزة الفنية. أنا لا يعني أغمتك حقك في أنك تتكلم في مستقبلك كما تريد، ولكن ليس مجال الإعلام يا كابتن عماد. ده أنت في يوم من الأيام ممكن تبقى أنت مدير الكرة إذا لم تكن مدربا في النادي الأهلي، ممكن أنت تبقى رئيس القطاع بتاع كرة القدم في النادي الأهلي. كل ده أنت هتتذكره وتقول لأ ما ينفعش يتعمل كده. أرجو أنك يكون يعني كلها فوات وغلطت، وفي نفس الوقت أعتقد أن النادي الأهلي له نظامه وله ثوابته له لوائحه وده اللي هيحصل يعني. فكلنا بقى نهدي اللعب بقى ونتقبل الأمور والخطوات القادمة، وعايزين يعني حتى أولادنا في السوشيال ميديا ما يكبروش الأمور، لأن في ناس عايزة توسع هوة الخلاف وتعمل شروخ وتعمل مشاكل، مش عايزين نديلها الفرصة دي. يا شباب خلينا كلنا نحب النادي الأهلي، إن احنا نلم ما نفركش. الحقيقة يعني الكلام اللي قاله عماد آخر جملة، إنه في النهاية أنا بحترم مصلحة الفريق وهي مصلحة الفريق في أي اعتبار. خلينا نحتكم إلى هذه العبارة بالتحديد، مصلحة الفريق في أي اعتبار. مين اللي بينفذ مصلحة الفريق ومين المسؤول عن مصلحة الفريق أكتر من المدير الفني. فبالتالي اللي المدير الفني يختاره يلعب ربع ساعة، يلعب 10 دقايق، يلعب الماتش كله أو ما يلعبش خالص، هو هنا بيمثل مصلحة الفريق اللي هو مسؤول عنها واللي هو بيتحاسب عليها. فخلينا مش ده عماد متعب اللي ممكن هو الراجل من حقه بشكل اساسي انه يطالب باللعب، ومن حقه ان هو ما دام بيبذل مجهود يكون له قدر من المشاركه او قدر من الفرصه، لكن في النهايه المدير الفني هو المسؤول. لا وهو لما شعره فضلت كده مش هيساعد نفسه ليه؟ انا اتفرجت على المباراه، لا واضح ان عماد مش في المود بتاع الماتش. يعني انا ما انا فاهم. طب ما نعرف ايه اللي في المود؟ ما اعرفش بقى. لا يفتى مدير الكرة على التليفون. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ اهلا